ازاي نكون اجتماعيين من غير ما نكون مبالغ فينا؟ عارف لما نكون قاعدين في قعدة وتيجي سيرة شخص وكل الناس اللي قاعدين يجمعوا على ان الشخص ده لطيف وقعدته حلوة؟ طب عارف لما تقابل حد وتتكلم معاه وبعد ما يمشي تحس ان انت كنت عايز تقعد وترغي معاه اكتر؟ او تحس ان الشخص ده متحدث كده ولبق واجتماعي؟ ازاي نكون زي الناس دي اللي لما بتيجي سيرتهم في اي مكان كل الناس بتشكر فيهم؟ يعني من الاخر نبقى اجتماعيين بذكاء ونعرف نوصل لاهدافنا واحنا بنتعامل مع الناس اللي حوالينا. انا جايه النهارده اقول لك 5 مهارات اجتماعيه اساسيه كل واحد فينا محتاج يطورها. مهارات مش بس بتخلينا كويسين في شغلنا، لكن كمان بتخلينا افضل في علاقاتنا الشخصيه وفي حياتنا عموما. واهم حاجه ازاي ممكن المهارات دي تغير حياتك. مش هقولك انك بعد الفيديو ده هتبقى الشخص الجذاب الذي لا يقاوم، لكن هقولك ازاي تعرف تكون مقنع اكتر وازاي تعرف تأثر في الناس من غير ما تبذل مجهود كبير. فلو كنت جاهز كمل معايا الفيديو للاخر، هنعرف سوا ازاي نكون اجتماعيين اكتر وكمان ناجحين في حياتنا. اول حاجه لازم تكون عندك يا صديقي وضروري ومهم جدا تنميها كويس هي مهارة الاستماع الفعال. لما بنقول كلمة استماع بيجي في بالك انها مهارة سهلة جدا وعادي كل الناس بتعملها كل يوم، لكن الحقيقة هي مهارة معقدة جدا. الاستماع الفعال يعني تكون مركز في كل تفاصيل الشخص اللي قدامك، لكن في الاغلب احنا بنكون مشغولين اكتر بالفكرة الجاية اللي في دماغنا اللي عايزين نقولها بدل ما نركز في الكلام اللي بيتقال. يعني عمرك فكرت قبل كده كم مرة كنت بتتكلم مع حد وكنت بتسمعه لكن عقلك كان مركز في مكان تاني؟ او حتى ممكن تبقى في محاضرة وتكون قاعد قدام وبان انك شخص مركز لكن عقلك مش موجود. او مثلا تكون قاعد مع صحابك والكل بيتكلم في موضوع وفجأة عقلك كده يفصل ويقولك انا جعان، ما تيجي نقنعهم نطلب اكل. ما تقلقش، انت مش لوحدك، كلنا بيحصل معانا كده. لكن مهم جدا تاخد بالك لما عقلك يبدا يسرح، ومهم جدا كمان تنمي المهاره دي لانها هتفيدك في حياتك بشكل عام. وده حسب دراسه اتنشرت في مجله علم النفس الاجتماعي قالت ان الاستماع الفعال بيعزز من علاقتنا مع الاخرين وبيخليهم يحسوا اننا مهتمين بيهم. ولما بنسمع كويس بنقدر نفهم مشاعر اللي قدامنا بشكل اعمق. ولو عايز تبني علاقات صحيه خلي الاستماع الفعال من اهم اولوياتك. طب ازاي يا عم الحاج ممكن اكون مستمع فعال؟ انا هقولك شويه نصايح كده ممكن يفيدوك. بص يا سيدي، حاول تتجنب انك تقاطع الشخص اللي بيتكلم. حاول كمان تتفاعل مع الشخص اللي قدامك بتعبيرات وشك وبحركات جسمك. لو كنت مش فاهم حاجه وقفه واطلب توضيح للي بيتقال. طيب تاني حاجه من المهارات ال5 اللي اتكلمنا عليهم واللي مهم جدا انها تكون عندك هي مهاره الذكاء العاطفي. احنا كبشر العاطفه شيء مهم جدا بالنسبه لنا وبيتبني عليها كل حياتنا. عشان كده اداره مشاعرنا وفهم مشاعر الاخرين بيفرق جدا في علاقتنا مع الناس. في دراسه شهيره لدانيال جولمان خبير الذكاء العاطفي بيقول ان الذكاء العاطفي بيشمل 5 مهارات، وهما الوعي الذاتي والتحكم في العواطف والتحفيز الذاتي والتعاطف وإدارة العلاقات. يعني ببساطة ازاي تقدر تعرف مشاعرك وتسيطر عليها وتفهم مشاعر الآخرين وتتعامل معاها بشكل مناسب. يعني مثلا لو كنت عايز تبقى أستاذ في الذكاء العاطفي ما تجيش لصاحبك كده وهو زعلان وتقول له ايه يا عم مش مستاهلة، ما تكبرش الموضوع. اوعى تعمل كده، انت كده بتخسر جزء كبير من ذكائك العاطفي. طيب خليني اقول لك شوية نصايح تطور بيهم الذكاء العاطفي عنك. اولا حاول انك تراقب مشاعرك وتكون صريح مع نفسك في تحديد اسباب انفعالك. ثانيا لازم تحاول تبين التعاطف مع الآخرين في الوقت المناسب. ثالث حاجة اتعلم ازاي تكون هادي في المواقف الصعبة وما تنفعلش بسهولة. ثالث مهارة بقى يا صديقي هنتكلم عليها النهاردة هي مهارة التفاوض، ودي واحدة من أهم المهارات الاجتماعية الأساسية اللي لا غنى عنها في حياتنا اليومية سواء في الشغل أو في العلاقات الشخصية. التفاوض مش بيكون مجرد مساومة أو عملية بنحاول نوصل فيها لاتفاق فعال، لا دي عملية معقدة جدا بيكون فيها تواصل فعال وفهم متبادل وقدرة على التأثير على الآخرين بطريقة تكون مربحة للطرفين، أو على الأقل للطرف اللي عنده مهارة التفاوض قوية. والتفاوض الناجح بيعتمد على إنك تبني استراتيجية قوية وتعرف كمان نقط القوة والضعف اللي عند الطرف التاني. وعشان تكون متفاوض ناجح لازم تعرف شوية حاجات كده تركز فيها وانت بتتفاوض على حاجة. أولا ايه الهدف او النقطة الأساسية اللي انت بتحاول توصلها في التفاوض؟ ثانيا ايه الحاجة اللي الطرف التاني عايز يوصلها؟ مش بس الحاجة الظاهرية لكن كمان تعرف ايه هدفه الحقيقي. ثالث حاجة لازم تعرف ايه هي البدائل المتاحة لو ما توصلتش لاتفاق مع الطرف التاني. رابع حاجة ايه هي الكومن جراوند او ازاي تبني أرضية مشتركة تحاول ترضيكم انتوا الاتنين. رابع
رابع مهارة بقى يا صديقي هنتكلم عليها النهاردة ولازم تكون عندك لو انت عايز تكون شخص ذكي اجتماعيا، هي مهارة المرونة. ان المهارة دي سبب اساسي في قصة نجاح اي حد. مهارة المرونة بتخليك تعرف تتكيف مع الظروف اللي حواليك ايا كانت، كمان تقبل التحديات اللي بتقابلك من غير ما تفقد التوازن النفسي او العاطفي ليك. وعموما الشخص اللي عنده مرونة عالية بيعرف يتعامل مع الضغوطات والتغيرات اللي بتحصل في حياته بشكل ايجابي، ويفضل كمان مستمر في الوصول لهدفه. ولان يا صديقي العالم حوالينا بيتغير بسرعة، فضروري تكون قادر تتكيف مع التغيرات دي، سواء بقى في الشغل او في الحياة الشخصية او حتى الظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها. ولان كمان الفشل جزء من اي قصة نجاح، فالشخص المرن ما بيعتبرش ان الفشل نهاية العالم، بل بالعكس بيطوره وبيخليه فرصة يعرف يتعلم منها. طب ازاي تكون شخص مرن؟ اولا اقبل التغيير وافهم ان الحياة مليانة بالتغييرات، وبدل ما تقاوم التغيير ده اقبله كجزء طبيعي من الحياة. ثانيا بعد ما تقبل التغيير اتعلم ازاي تتكيف معاه. يعني لما تواجه مشكلة ما تركزش بس على الحلول المثالية، وحاول تفكر في الاختيارات التانية وتبني طريقة تحاول تتعامل بيها مع الموقف الحالي. ثالث حاجة حاول يكون عندك نظرة إيجابية رغم التحديات اللي بتواجهك. خامس بقى وآخر مهارة هنتكلم عنها النهاردة يا صديقي هي إنك ازاي تقدر تحل المشاكل اللي بتواجهك بذكاء. وده لأن مش كل تفاعل بيننا وبين الناس هيبقى سلس، أكيد هيجي عليك وقت هيكون فيه نزاع أو اختلاف مع شخص تاني، لكن الفرق بين الناس اللي قادرين يحلوا المشاكل واللي مش قادرين هم الناس اللي عندهم المهارة دي. في دراسة في جامعة هارفارد بينت ان الناس اللي بيقدروا يحلوا المشاكل بيقدروا يعيشوا حياة متوازنة اكتر. والسر هنا مش في انك تكسب الخلاف، لكن في انك تلاقي الحل اللي يرضي الجميع. وعشان تعرف تحل المشاكل اللي بتواجهك بذكاء، فبنصحك انك تحاول تكون هادي في المواقف الصعبة، وتفهم الموقف من الطرف التاني قبل ما تحاول انك ترد عليه، وانك تستخدم دايما كلمات ايجابية اثناء الحوار. في النهاية يا صديقي انا عايزة اقولك انك لو كنت شخص عايز تكون ليه تأثير وجاذبية وعلاقتك بالناس تتحسن بشكل كبير، جرب تتدرب على المهارات دي بشكل يومي. وزي ما بيقولوا الحياة مدرسة، خليك دايما طالب للعلم. وبكده نكون خلصنا ال5 مهارات الضرورية جدا اللي لازم يكونوا عندك لو كنت عايز تكون انسان مؤثر وناجح. اتمنى انهم يفيدوك، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وسبسكرايب في القناة عشان تتابع كل جديد. باي.